بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهى كأس موسم الرياض وفوزنا على النصراوية 2-0 واخدنا منهم البطولة واعطيناهم فينش اندر تكة داخل الملعب. النهاردة بطولة مختلفة لنادي الهلال وبطولة محببة لدى نادي الهلال والجماهير نادي الهلال، ألا وهي بطولة دوري أبطال آسيا. النهاردة نادي الهلال بيلعب في دور ال 16 من دوري ابطال اسيا مع الفريق الايراني. وخليني اقول لك الفيديو اللي انا بصوره ده بيكون فرحتي لما نادي الهلال بيلعب وانا بشاهد المباراه، علشان كده انا بحب اصور المباراه هي وشغاله، او بحب اصور الاهداف اللي نادي الهلال بيحرزها وهو بيلعب. وان شاء الله نادي الهلال يسجل النهارده لحظات ويبتدي النهارده الشوط الاولاني بين الهلال والفريق الايراني، وان شاء الله نادي الهلال يطلع منتصر النهارده 1 أو 2 باذن الله. للاسف انتهى الشوط الاولاني بتقدم الفريق الايراني 1-0 على نادي الهلال، لكن خليني اقول لك ان الشوط الاولاني نادي الهلال هو اللي كان افضل، هو اللي مسيطر على الكره، وهو اللي كان منتشر انتشار جيد على ارضيه الملعب. لكن ينقص نادي الهلال في الشوط الاولاني ان هو يحرز اهداف. كمان خليني اقول لك ان الفريق الايراني على ارضه وسط جمهوره بيلعب في الثلث الاخير من ملعبه، يعني بيلعب دفاع من الثلث الاخير في ملعبه وبيلعب على الهجمات المرتده، ونادي الهلال بيلعب على مصيدة التسلل. فقدر الفريق الايراني ان هو يحرز هدف في الشوط الاولاني بعد التمريره الطوليه اللي اتلعبت من وراء مدافعين نادي الهلال. الفريق الايراني احرز الهدف الاولاني ليه. لكن خليني اقول لك ان شاء الله باذن الله نادي الهلال قادر يعوض في الشوط الثاني ويجيب الهدف الاولاني والهدف الثاني والهدف الثالث، ولو في رابع باذن الله يقدر نادي الهلال ان هو يسجل. وان شاء الله باذن الله تكون ليله هلاليه، وان شاء الله نادي الهلال يفترس الفريق الاصفر اللي بيلعبوا النهارده الفريق الايراني باذن الله. وفي النهايه خلينا نشوف الشوط الثاني ايه اللي هيحصل فيه، وان شاء الله باذن الله نادي الهلال ينتصر الليله وتكون ليله هلاليه باذن الله. يا مسهل يا رب باذن الله. وفي النهايه الله على الهدف الاولاني. نادي الهلال احرز الهدف الاولاني، هدف التعادل. الحمد لله الهدف التعادل الاولاني لنادي الهلال، وان شاء الله باذن الله الثاني جاي والثالث يجي ان شاء الله وننتصر النهارده زي ما قلت لكم. ان شاء الله ان نادي الهلال هيفوز بالمباراه باذن الله. وادي هدف التعادل، هدف جميل بعد ال1-2 وكوره الكسندر متروفيتش السفاح ومالكوم بيكملها الهدف الاولاني لنادي الهلال. يا مسهل يا رب ونجيب الثاني ان شاء الله ونفوز على الفريق الايراني باذن الله. بس انت قول يا رب. الله على الهدف الثاني، الهدف الثاني لنادي الهلال في الدقيقة 94. الحمد لله احرزنا الهدف الثاني. الفريق الايراني بيلعب متكتل دفاع، الفريق الايراني بيحاول ان هو يضيع وقت، لكن الحمد لله الزعيم بيحرز الهدف الثاني، وان شاء الله الهدف الثالث يجي باذن الله ونفوز النهارده بالمباراة. الله عليك يا زعيم. الهدف الثاني للسفاح الكسندر متروفيتش. الله عليك يا الكسندر متروفيتش. وان شاء الله الثالث يجي باذن الله. فريق الايراني فريق مستفز بيضيع وقته وبيترمي على الارض وبيحاولوا ان هم يطلعوا ان هم متعادلين على الاقل في وسط ملعبهم وعلى في وسط جماهيرهم وعلى ملعبهم، لكن الحمد لله الهدف الثاني جه لنادي الهلال، وان شاء الله الثالث يجي، ولو ما جاش الثالث يبقى احنا ان شاء الله باذن الله فايزين بالمباراه. الله على الهدف الثالث لعبد الله الحمدان بعد التمريره الجميله من سالم الدوسري. انا قلت لك دلوقتي في الدقيقه 94 الهلال هحرز الهدف الثاني، والحمد لله الهلال احرز الهدف الثالث عن طريق عبد الله الحمدان. هدف جميل، هدف ولا اروع من كده يا زعيم. الف مبروك لجماهير نادي الهلال بالفوز النهارده على الفريق الايراني، الفريق المستفز اللي كان بيحاول يطلع متعادل على ارضه وسط جمهوره. الهدف الجميل لعبد الله الحمدان بعد تمريره التورنيدو سالم الدوسري. الله عليك يا زعيم، الف مبروك. الهدف الثالث لنادي الهلال، وان شاء الله باذن الله المباراه اللي جايه على ارضنا نكون مستريحين فيها ونلعب فيها براحتنا ونكسب حتى 1-2 خلاص، وان شاء الله نصعد للادوار الاقصائيه اللي بعد كده. الف مبروك يا زعيم. النهارده الهدف الثالث لنادي الهلال. يا مسهل يا رب ونشوف يمكن في هدف رابع ولا حاجه. انتهى الشوط الثاني بين الهلال والفريق الايراني بفوز نادي الهلال 3-1 على الفريق الايراني. خليني اقول لك ان الشوط الثاني شوط جميل جدا من نادي الهلال. في اخر ثلث ساعه نادي الهلال بعد ما كان متاخر 1-0 قدر ان هو يجيب الهدف الاول والهدف الثاني والهدف الثالث. الف مبروك ليكم يا زعماء على الفوز النهارده. خليني اقول لك ان في الشوط الثاني نادي الهلال هو اللي كان ليه الافضليه زي الشوط الاولاني، هو اللي مسيطر، هو اللي مستحوذ على الكره، هو اللي بينقل الكره من رجل لرجل،
وبيلعب على الاطراف زي ما هو عايز، وبيلعب برضه من العمق زي ما هو عايز، لكن الفريق الايراني بيلعب بتكتل دفاعي. وكان ينقص نادي الهلال في الشوط الثاني ان هو يجيب اهداف، والحمد لله ربنا كرم النهارده نادي الهلال ان هو احرز 3 اهداف في اخر تلت ساعه. الف مبروك ليكم يا زعماء على الفوز النهارده. وفي النهايه يا شباب، لو عجبك مقطع الفيديو ما تنساش ان انت تدعمنا بزر اللايك، ولو مش مشترك في القناه فانا بدعوك للاشتراك فيها. وفي النهايه استنونا في المباراه اللي جايه باذن الله، وان شاء الله نادي الهلال يصعد للادوار الاقصائيه اللي جايه باذن الله. وفي النهايه ما يسعنيش غير ان انا اشكر حضراتكم. سلام.